النهارده ان شاء الله هعمل معاكم اكله شعبيه واقتصاديه في نفس الوقت ومش مكلفه، ومن الاكلات اللي بتدفي في الشتاء. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا فول مدشوش. الفول ده انا نقعته لمده ساعه عشان ما ياخدش معايا وقت في التسويه كتير. طبعا ممكن تعملي بقى نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، الكميه اللي انت حابه تعمليها اعمليها. بالظبط دوم 300 جرام، يعني اكتر من ربع كيلو ب 50 جرام. قطعت عليهم بصلتين وطماطميتين وقرنين من الفلفل وخمس فصوص من الثوم او معلقه من الثوم المهروس. وبعد كده معايا كزبره هقطعها كده بشكل عشوائي، يعني مش هقطع قطع صغيره، هي كده هتستوي وهتتفرم مع الفول. قطعتها بالشكل ده كده. طبعا هحط عليها كميه كده من الميه، هغطيها بالميه وهحطها على النار وهسيب الفول لحد ما تحسي ان الفول زي المهروس كده مستوي كويس. خلاص كده هنحطها على النار. معايا هنا بقى البصل اللي هنعمله للبصاره. هنقطعه كده شكل جوانح، او قطعي بقى، عايزه تقطعيه صغير زي ما تقطعي، الشكل اللي انت حابه تعمليه اعمليه. هنقطعه بالشكل ده كده. طبعا ده البصل اللي هيتحط على الوش الاطباق بتاعه البصاره. خلاص هنقطع كل الكميه كده بنفس الطريقه، وبعد كده حط عليه بقى معلقتين من الدقيق، معلقتين من النشا، اي حاجه المتاحه عندك، دقيق او نشا، عشان البصل ما يشربش زيت ويقرمش معاكي كده، ولما تحطيه ما يطراش. بس هناخد في الاول كده رشه من الملح، رشه من الملح دي هتظبط طعم البصل. وبعد كده هناخد معلقتين من النشا ونقلب البصل كده كويس. لازم تغلفيه كده بالنشا او الدقيق، يعني المتاح عندك نشا او دقيق. هقلبه كده كويس. وطبعا بما اننا هنعمل بصاره يبقى هنعمل بتنجان، هنعمل فلفل، ممكن تعملي طماطم مخلله. انا هنا هحمر بتنجان وفلفل، وهنعمل سلطه شطه عشان تبقى الاكله كده متحبشه. طبعا هنقشر البتنجان، لو انت حابه انك تسيبي القشره السمراء دي عليها ممكن تسيبيها، بس لو حد عندك بقى بيتعب في القولون او المعده فشيلي القشره السمراء دي عشان بتبقى فيه صعوبه في الهضم فيها. ممكن تقشريه بقى كده كويس وتقطعيه دواير او تقطعيه مكعبات. انا كده هنا هعمله مكعبات. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص كده تمام. هقطعه بالشكل ده كده وهنعمله مكعبات صغيرة، بس ما تخليش المكعبات رفيعة قوي، يعني خليها سميكة كده شوية. هنا خلاص بعد ما قطعت البتنجان هناخد عليه رشة من الملح. رشة الملح دي هتنزل لك المية اللي في البتنجان، مش هيشرب معاكي كمية زيت كبيرة ولا حاجة. بعد كده بقى الشطة هشيل هفتحها كده فتحات صغيرة بالسكينة، انا هخرمها كده عشان التتبيلة تدخل فيها لما تيجي تملحيها. او ممكن تقطعها نصين برضو مفيش اي حاجه لو الشطه بتاعتك بس دي طويله، ممكن تقطعي القرن كده مكعبات صغيره. بس عشان الشطه صغيره فانا سبتها كده، خرمتها بالسكينه وسبتها. شايفين هنا بقى البصاره استوت خالص. الفول حسيته كده ان هو زي اتهرس خالص، فكده خلاص اعرف ان هي كده ايه، استوت. انا هنا طفيت عليها بقى النار وحطيت زيت سخن ونزلت بالبتنجان، هسيبه بقى لحد ما يتحمر. وهضرب البصاره بالهاند بلندر. لو انت بقى هتضربها في الخلاط سيبيها تبرد شويه عشان ما تبوظلكيش الخلاط، لكن لو هتعملها بالهاند بلندر فهتفرميها على طول. مش مشكله، يعني احنا بنفرم بالهاند بلندر واي حاجه سخنه، لكن لو خلاط سيبها تبرد شويه. هنفرمها طبعا لحد ما تنعم معانا. خلاص شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي، بقت ناعمه وكريمي خالص. بعد كده خدت كده معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ودي المعلقه بتاعت البهارات يعني صغيره جدا، ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون. ولو حابه تحطي شطه حطي شطه. وهنا هنحط كمان شويه من الملح ومكعب من المرق الدجاج. طبعا ما تكتريش الملح لان مرقه الدجاج بتكون مملحه، فعشان ما تملحش البصاره معاكي قوي. خلاص هقلبها كده كويس. وهنا بقى هنحمر لها بصلايه نحطها كده في قلب البصاره. ومجرد ما احط البصلايه هخليها كده تغلي غلوه مع البصل عشان البصل كده ياخد الطعم من البصاره. فهتحطي كده وهتسيبها تغلي لمده دقيقه واحده، غلوه واحده بس، وهتفصلي عليها النار على طول. خلاص هقلبها كده كويس. مجرد ما تغلي دقيقه واحده بس هنطفي النار عليها. كده خلاص هنا البتنجان خلاص اتحمر. هنشيله بقى من الزيت وهننزل بباقي الكميه الشطه والبتنجان. خلاص بالشكل ده كده.
الشطة بس بتاخد وقت كتير، البتنجان بياخد وقت في التحمير عن الشطة. الشطة بس مجرد ما انزلها كده في الزيت هديلها تشويحة كده وهطلعها عشان ما تنشفش، وفي نفس الوقت هي صغيرة فمش عايزاها تنشف قوي، لكن هسيب باقي البتنجان ده ياخد ايه التحمير بتاعه. شايفين مجرد ما خدت بس لون كده شلتها على طول، لانك لو سبتها تحمر قوي هتنشف معاكي. في نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البتنجان نفضت كده البصل من النشا، يعني هاتي مصفى او اي حاجه وحطي فيها البصل وهزيه كده النشا اللي فيه ينزل علشان ما يتحرقش معاكي في الزيت. وهسيب البصل هنا يحمر معايا كده. معلقه من الفلفل الاحمر المطحون، خدت عليها معلقه من الثوم وقلبتها كده، وهاخد عليها رشه من الملح وعصير ليمونه. ودي بقى التتبيله اللي هنحطها على البتنجان والفلفل. خدت كده بالمعلقه ورشيتها كده على البتنجان. خلاص كده تمام. هنا خلاص بقى البصارة انا طفيت على النار، هبدأ افضيها كده في الاطباق اللي هنفضي فيها. طبعا لو مش عايزة تحط كل الكمية في اطباق ممكن تحطها في علبة كده وتحطها في التلاجة وتطلعي منها برضو مفيش اي مشكلة يعني. لكن احنا فضيناها كده بالشكل ده في الاطباق. معايا هنا البصل بقى بعد ما اتحمر، هنبدأ ارش كده على الوش بتاع البصارة. لو انتي برضو عندك حد مش بيحب البصل ممكن تسيبي سادة، بس احنا هنحط عليها كده كلها ببصل. زي ما قلت لكم مش هتاخد معاكي وقت، وسهلة وبسيطة واقتصادية واكلة بتدفي في الشتاء. خلاص كده كل الكمية حطيت عليها بصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا بقى هنعمل سلطة شطة. معايا شوية من الزيت، خدت فيهم معلقة صغيرة من الثوم المهروس. هبدأ اشوح الثوم كده. مجرد ما يتشوح مقطعة فلفل كده قطع وسط، يعني مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، بالشكل ده كده نزلت بيه على الثوم وهشوحه لحد ما يبدأ يدبل معانا. بعد كده هنزل بالطماطم، وهاخد عليها رشة من الملح. مش هنحط بقى اي بهارات ولا اي حاجه، رشه بس من الملح. يعني شوحنا التوم ونزلنا بالفلفل وبالطماطم ورشه ملح ونسيبها كده لحد ما تستوي، وخلاص كده سلطه الشطه جاهزه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خلاص كده تمام. طبعا البصاره خلصت، الفلفل والبتنجان خلص، سلطه الشطه خلصت. دي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، ونشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.